مين في الدنيا قال على جوكريس؟ انا إن وكابتن يوسف عثمان بس ان هو ايه؟ ان هو هيجيب الجوله اللي فاتت. فاللي ما كابتنش هالاند قلبي عندك يا ابني، واللي تربل الفودن قلبي عندك. بس انا قلت ما حدش يزعل مني. انا خد بالك بدات اخاف منك فعلا. انا قلت ما حدش يزعل مني. الجوله اللي فاتت موت. خراب ديال ولا المره دي بقى بجد؟ في العالي منه. قول كده. في العالي منه. قبل ما اقول اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وساعدنا. بص بقى التحدي ده نوصل 10000 سبسكرايبر في سنه 2026 عامه انت زي ما تيجي بقى. طب واحد يقول لي اساعدك ازاي؟ ما انا كده كده مشترك. ما هو لو عمل لايك وكومنت هو بيساعد ان الفيديو ايه ينتشر. شير برضه لو عنده حد بيحبه يعني. اصل اكيد ما حدش هيبعتنا لحد غير لما يكون بيحبه. انا خد بالك منبهر بالطاقه اللي انت بتتكلم بيها. ما تيجي احكي لك. اولا كان معايا 3 تبديلات. يا سلام. اتكلمنا الفيديو اللي فات وقلنا قد ايه عملت فقره كامله اسمها فقره ديكلان رايس، وقد ايه هو مهم. لا في فقره اللعيبه اللي تجيبهم قلنا على ديكلان رايس في كل المنصات، على التيك توك، على اليوتيوب، على الانستجرام، كله. فانا قلت اعمل بنصيحتي، مش كل مره اقعد انصح الناس وما اعملش. فقمت رايح جايب ديكلان رايس احلى 11 نقطه. التبديله الثانيه جبت هوجو ايكيتيكي. التبديله الثالثه جبت ريان شرقي. دي خيشه دي. بس 4 نقط حلوين. 4 بجد؟ اخد واحده بونص. ريان شرقي؟ ايوه ريان شرقي؟ ايوه يا عم. 4 بوينتس. فتشكيلتي الحمد لله حققت 92 نقطه. يا خبر ابيض. ده انا ما جبتش 70 نقطه. بس زعلني حاجه ايه؟ ان انا مشيت فولت مادا، مع اني عارف ان هو قرار صحيح 100%. لا ما عادي بقى خلاص. بس تخيل كان معايا بقى. لا انا الصراحه جولتي ما كانتش كويسه خالص بصراحه. جولتي ما كانتش كويسه خالص. طب ابعد عني بس شويه كده عشان بس مش عايز فقراء يلمسوني. معلش. ده انت جوله واحده. انت شم النفس جوله واحده. انا قلت ايه؟ ما حدش يزعل مني في اللي جاي. يعني انت الجوله اللي جايه برضو طرش بقى. خد من ده كتير. تصاعدي. خد من ده كتير لحد ما اوصل لاول 10000 في العالم. نظره سريعه على الجوله ال18 يا كابتن يوسف. اولا خد بالك كويس جدا لان سوبوسلاي اخذ الانذار الخامس ومش هيلعب كده الجوله الجايه، وبرادلي اتصاب. فكده فريمبونج بنسبه 100% هيلعب اساسي. يعني انت معنى كلامك ان انت بتقول ان يا ده ليفربول ما لازم نجيب منها حد، فاحنا عمالين بندور لقينا ده اتصاب ولقينا ده توقف، بس يا جماعه لازم نيجي نجيب حد. ما هقول لك ليه فريمبونج. لان فريمبونج هجوميا خطير جدا. وجدول ليفربول ال3 ماتشات الجايين 2 منهم هوم، وولفز وليدز، والماتش الاوي هو فولهام. ففريمبونج هجوميا خطير جدا. وإيكيتيكي طبعا ماشي. وإيكيتيكي 100% 100% إيكيتيكي. انا اتفرجت على ليفر وتوتنهام بصراحه زي ما اتكلمنا فان ديفين وفان دايك لازم يتباعوا. دفاع الليفر مش مطمئن خالص، بس فريمبونج لو هتجيبه بقى وانت مستني منه المساهمات الهجوميه. واللي لفت انتباهي برضه شويه فيرتس كان كويس. انا كنت لسه اقول لا فيرتس لا والله العظيم. ليه بقى يا اسطى؟ مش فعال خالص. مش فعال خالص بجد. يعني طري قوي في الملعب كده وهو عايز ياخد الكره. بيعمل شبه قفشه. دايما انا شايفه شبه قفشه. ياخد الكره ويسلم لاقرب واحد هو في وشه. عمل اسيست يا اخي. ماشي. ايه المشكله يعني احنا كنا بنتنشأ على اسيست. طيب يعني ولا اي حاجه. يعني مش هجيب لعيب على اسيست. وكمان انا بتكلم على فريمبونج ليه؟ لان سوبوسلاي لما هيرجع يلعب باك يمين وفريمبونج هيلعب على الجناح. طيب خدها مني، برونو اتصاب الجوله دي، فممكن تبص على فيرتس. ممكن تبص يعني. انا مش شايف كده. زي ما اتكلمنا على ديكلان رايس يا كابتن يوسف، ما ينفعش باي شكل من الاشكال تدخل ال5 جولات الجايين من غيره. 5 جولات ديكلان رايس 5 جولات على الورق يبانوا ان هم صعبين. ولكن انا بقول لك هيبقوا 5 جولات في المتناول جدا لارسنال، وخصوصا مع ان السيتي بتقرب وبتهدد. فما اعتقدش ان ارسنال هيفرط في اي ماتش. ديكلان رايس مهم ليه؟ لان وقت ما الفريق ممكن يبقى مش قادر يقدم حلول هجوميه، فديكلان رايس بيقدم لك الديفنسيف كونتريبيوشن كده مع الكرات الثابته. كل الكرات الثابته ديكلان رايس اللي بيلعبها. زي الماتش اللي فات بالظبط جاب 11 نقطه من تدخلات وكره ثابته عمل بيها اي اسيست. بجانب هنكابي لحد ما جابرييل يرجع وساكا. ما اتفرجش على الماتش. ماشي. هو موضوع ضربه الجزاء ده عشان هم بيتفقوا في الماتش. يعني مفيش مسدد اول. يعني حتى لما سالوا ارتيتا قال لك هم اتخذوا القرار مع بعض، اوديجارد وساكا ويوكرس. فمش ده مش معناه ان يوكرس هو اللي هيفضل يشوط ضربات الجزاء ولا ان ساكا ما عادش هيشوط. لا عادي، ممكن الماتش الجاي يتحسب ضربه جزاء تلاقي ساكا اللي داخل يشوطها عادي جدا. وكأداء ساكا كان كويس وكان هيجيب جون واتشالت من على الخط. اتكلمنا من جولتين يا كابتن خالد على ليدز وقلت لك دي فرقه صعب جدا ان هي تهبط،
وطبعا من ساعه ما سبت كالفرت لوين انا اصلا مش عارف ايه المناسبه اللي خلتني لازم اجيب كالفرت لوين وايه المناسبه اللي خلتني لازم ابيعه. لا هقول لك انت يعني هو اللي اتوجد في حياتي. هقول لك ايه اللي خلاك تبيعه. انك في ماتش اتفرجت عليه اتفرجت عليه وثبت له قعدت تشتم فيه. الماتش اللي بعده حط كرة بايديه في الجون صح. فانت قلت لا بقى خلاص من بعد الماتش ده كل ماتش بيجيب اجوان. ده بيقول لك مش عارف اول مره من اول ما اتولد ولا ايه يجيب في 4 اجوان في 4 ماتشات متتاليه. بس انا لفت نظرك لحته تكتيكيه وكافور ان هي تغيير الخطه عامه ان هو يلعب باثنين يعني ان هو بيلعب ب3-5-2 دلوقتي فبيلعب باثنين مهاجمين. لا مش بغض النظر عن كده هو بجد طول ما هو معايا ولا واحد رفع كوره هو ما كانش بيرفع خالص بجد. دلوقتي على طول اوفرات والواد الجامب بتاعه 3 متر ما شاء الله. المهم يعني ان الليدز عامله ماتشات كويسه ولكن عندهم ماتش ساندرلاند الماتش اللي جاي انا شايف ان هو هيبقى ماتش متكافئ جدا. انت شايف ان هو مثلا هل هيوقف الصحوه دي ولا هيفضلوا مكملين؟ ايوه انا شايف ان ده ساندرلاند هي الصخره اللي بتحطم عليها امال الفرق دي. ساندرلاند على فكره فرقه متشتته قوي. بص اقسم بالله فرقه فشيخه. ماتش برايتون ده هم يكسبوا 3-0 مرتاح والله العظيم 3-0 مرتاح يا ابني. فيربروجن اخد 3 بونص على الكور اللي هو شالها منهم. فلا ساندرلاند هتوقف اللي ليدز اللي بتهبله ده. وشايف ان برضو كالفرت لوين مش مهم للجوله الجايه. ناس كتير اتكلمت على لويس بوتر يعني انا ما سمعتش ولا واحد بيتكلم لدرجه ان انا ما اعرفش مين ده. طب بيتكلموا عليه فين؟ المحللين بقى اللي قال لك عنده مشكله ايوه هم دول. قال لك ده بقى مكان وتارا هيبقى خطير ومش عارف ايه وبتاع. هو طارا راح فين؟ راح افريقيا يا ابني. هو مين ده؟ لويس بوتر مدافع في اللعبه وبيلعب جناح مكان دانجو وتارا. المهم ان لويس بوتر اللي عمله الماتش اللي فات ده حاجه اب نورمال. عايز يعني مش هيكمل على كده يعني؟ مش حاجه طبيعيه. مش عايز ترجمه يعني مش هيكمل على كده. مش هيكمل على كده طبعا. ما نجيبوش. انت حر بس انا بقول لك رايي يعني. لا بص انا يعني الجانب ده لا يعني انا مثلا احنا مش رايحين ناكل في مطعم وتيجي تقول لي الراجل ده وحش وبيعمل اكل وحش والناس كلها بتشتكي منه. انت عايز تجرب. لا واجي اقول لك عايز اكل تقول لي ماليش دعوه. ايوه افرض عايز اجرب افرض هيعجبك. مش الاكل اذواق. انت قلت لي لويس بوتر اذواق. عندك وجهه نظر انت في السيتا يا كابتن خالد؟ قولها. بص يا سيدي انا عندي 3 لعيبه من مانشستر سيتي. ربنا يزيدك. اورايلي شيركي هالاند. ولكن قبل اصابه برونو كنت بقول ان انا هبيع اورايلي واجيب برونو فرنانديز من مانشستر يونايتد. ايوه كنت هبيع برونو كنت هبيع اورايلي واجيب فريمبونج قبل اصابه برونو عشان معايا تبديله واحده بجد. والله. ليه بقى؟ لان جدول السيتي رخم قوي وما اعتقدش فيه كلين شيت. فلنفترض انهم عمل كلين شيت قدام نوتنجهام فورست. الماتش اللي بعده ساندرلاند اواي تشيلسي وبرايتون هوم. ماتش من الاربعه دول اعتقد الماتش الوحيد اللي ممكن يتعمل فيه كلين شيت هو نوتنجهام فورست. ممكن اسالك سؤال عشان انا اصلا تبعك. اتفضل. بس بتفرج على الفيديوهات يعني كده. اتفضل. انت دايما بتعمل الحركه دي. حركه ايه؟ يعني تجيب فرقه عندها 4 ماتشات وتقوم منشن تقول في ماتش هيعملوا كلين شيت. يعني ليه ما تقولش ان هم ال4 هيعملوا كلين شيت او ماتشين؟ ليه دايما بقى ماتش؟ عشان ال3 التانيين صعبين. دايما بيبقى 3 صعبين. ايه دايما بيبقى ايه 33. انا قلت اجاب شويه. دايما ال3 بيبقى صعبين. لا مش دايما. ده بيبقى وجهات نظر يعني اعتمادا على ارقام الفرق الهجوميه اللي قصادهم. ماشي. يعني برايتون دي كسبتهم الدور الاول. تشيلسي نادرا لما تلاقي ماتش اليوم خلص 0-0. هو ماتش تقريبا بورنموث بس. ماشي. ساندرلاند قوي احنا عارفين قد ايه هو فريق رخم قوي. انت بتشجعهم اعتقد. وفي الضربات الثابته بالارد بجد هنتكلم عن الموضوع ده يعني. نوتنجهام فورست هي بقى مش مفهومه. فعدم فهمنا ليها ده هو مخليني يعني حاسس ان ده ممكن 50-50 يعني. اعتقد ان الفتره الجايه كفايه قوي هالاند وفودن او هالاند وشيركي. وجهه نظر. انا عندي وجهه نظر وانت عندك وجهه نظر مخالفه تماما. اتفضل. انا عندي وجهه نظر ان كريستال بالاس حان وقت الاستغناء عن كل لاعبتها. انا خلصت ايه كان معايا مثلا مدافعين اللي هو 2 مدافعين يعني ومهاجم وينتر او انت. انا الدنيا ساعه قوي يا جماعه. سربت ماتيتا قلت له روح لخاله يا حبيبي ورحت وقمت ماشيه. ماشي. ومشيت مونوز طبعا جاله اتقبض عليه ربنا يفك سجنه. ماشي بس ده اتصاب يعني مش بمزاجك. ايوه الدفاع بقى وكريستال بالاس عامه. وجبت ريتشارد. انت جبت ريتشارد بس انا مش بلعبه بصراحه يعني. فانا مقتنع ان كريستال بالاس هتبدا تنهار وما عادش فيه لعيبه تنزل من على الدكه واللعيبه مش واقفه على رجلها الفتره دي. ماشي. انا بقى عندي اقتناع ان لكل جواد كبوه وان مدافعين كريستال بالاس
عادي جدا انك تفضل مكمل سواء مع جيهي او ريتشاردز، الاثنين دول بس. عشان لاكوروا غالي ومونوس طبعا مصاب، وطارق ميتشل اكيد ما حدش هيجيبه يعني. خد بالك هو انا مش عارف ليه ما هو ما بيعملش حاجه والله مظلوم يعني، يا أخي. ما لفتش نظر حد، خد بالك. صح يعني ده من اول السنه سعره 5. ايوه والجون الوحيد اللي جابه كان في الدوري المؤتمرات. انا لسه عارف منك المعلومه دي. شويه لعيبه نركز عليهم للجوله الجايه. افتكرتك هتشتم شويه لعيبه. لا نركز عليهم للجوله الايه مم. الجايه. بوين من ويست هام، هجيبه ده. جيهي من كريستال بالاس، مش متفق. كونيا من مانشستر يونايتد. حلوه جدا، حلو، انت هتجيبه. انا صح؟ بفكر فيه والله العظيم عايز انت بتجيب كونيا انت. هفضل كل فقره اقوله. فريمبونج من ليفربول، كين من ايفرتون. جبته منين ده؟ من التشكيله. ماشي. تياجو من برينتفورد. يلا عندي 3 فرق والله العظيم مش عايزهم عليك، ماتشاتهم حلوه قوي 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 قوي. الجولات اللي جايه اسمع بقى. ماشي. عندك مانشستر يونايتد ونيوكاسل هيلعبوا بعض من بعد الماتش ده، ماتشاتهم حلاوه. 3 فرقه وهي ليفربول. مش بنتكلم على المستوى ولا بنتكلم على الفورمه، بنتكلم على الجدول. جدولهم الى حد ما كويس، عندهم وولفز وعندهم ليدز على ارضهم، ممكن تعتمد على لعيبتهم. شويه ديفرنشالز بقى يا كابتن يوسف من اللي قلبك يحبهم. ما بحبش معايا يا كابتن ياسر. انا ما بحبش ديفرنشالز بس. اول واحد وهيبقى خطير جدا بسعر 4.9 مليون، لوفي نص ملعب ساندرلاند. الواد ده خطير جدا، هو الوحيد اللي بيقعد يحنكش في الهجوم، واعتقد هيبدا يساهم من الجوله الجايه. من نفس الفريق بالارد ب4.6. امال لو ما كانش ديفو ملبسك تجيب الكابتن بسالب 1 كنت عشقك لساندرلاند كان هيبقى عامل ازاي؟ دلوقتي هقول لك حاجه. اللي تربل هالاند في ماتش اللي فات ده جاب كام نقطه؟ كتير. مش كام يعني؟ 48 نقطه. حلو. اللي كابتنه قدام ليدز جاب كام؟ انا في ماتش اللي فات ده مكابتنه، يبقى جايب كام نقطه؟ 32 و6 كام؟ 38. يبقى انا اخدت من هالاند كام؟ 38 نقطه وانا متربل غلط يا ابني. هو انت عايز اسمع بقى دلوقتي اللي جايب كام؟ 48 اللي متربله صح؟ وكان مكابتنه في ماتش ليدز جاب كام؟ 52. 52 وانا كنت جايب كام؟ 38. الفرق بينهم كام؟ هو انت عايز ايه؟ عايز اقول لك ان الفرق مش كبير. الناس اللي تربيله هالاند وزعلانه الفرق كله 12 نقطه، يعني مش حوار. في ناس قاعده دلوقتي في البيت زعلانه ان هي تربيه هالاند غلط. ايوه طبعا. اقول لك نقطه افصل بيها بقى درس الحساب اللي انت قلت لي عليها ده. اتفضل. بتحب الترنيب؟ انا لعيب ترنيب قد الدنيا. بتحب اتاك اون تايتن؟ لا بحب الاثنين. بتحب الاثنين يا ابني هو في حد في العالم ما بيحبش اتاك اون تايتن؟ في ناس ما بتتفرجش عليه، يروحوا يتفرجوا عليه ويجوا يشوفوا بقى انت هتقول ايه. بطل الشخصيه اسمه ايه؟ ايرين ييجر. ايرين ييجر لما بيلعب ترنيب بيقول ايه؟ جماعه انا داكك. ديفرنشال كمان، وهو بصراحه يعني بصراحه عشان ما نضحكش يبقى كده تقول حاجه وحشه قوي. لا مش عشان ما نضحكش على الناس، هو مش دايما بيلعب اساسي اصلا. بقول لك بامانه يعني. مين؟ ولكن لما بيلعب بيبقى خطير جدا. وسعره 5 مليون وهو بروكس من بورنموث. تسمح لي اقول اللعيب ده فريمبونج من ليفربول ديفرنشال. يا دي النيله ديفرنشال. بص انا اكدت عليه كام مره يا كابتن ياسر عشان تبقى حاضرنا. انا قريتك. ايه هي جت في رايس وطلعت سمك. ماشي. فانت بتعمل كده في فريمبونج. طب صلى على النبي عليه السلام. لما اقول لك الجوله اللي فاتت هات رايس وهات اكيتيكي. يا ابني انا في واحد في سوبر ماركت قال لي هات اكيتيكي. فريمبونج الجوله الجايه. يا دي فريمبونج يا ابني في ايه؟ طب خلاص يا عم خد ده شادي من برينتفورد. شادي اجيب لعيب اسمه شادي. ابني بقى بيلد يعني ولا يورسن؟ لا يورسن. سعر 5.7 مليون. مهاجم ايفرتون باري. هيكون من الديفرنشالز المهمين للفتره الجايه. ابنك. الفقره دي الهدف منها هو لفت انتباهك للعيبه ما كانتش بتجيب نقط ولكن بتقدم مستويات كويسه ممكن على اساسها تبدا تحقق نقط. فاللعيب اللي يدخل قلبك هاته منه. طبعا عملنا افيه حلو جدا الجوله اللي فاتت وقلنا لكم التشكيله المثاليه اهي وسيبنا حته فاضيه يعني. رامز جلال بقى مش عارف انتوا ازاي ما توقعتوهاش يعني. ده كان اللي هو توقع انت التشكيله المثاليه يعني. فالتشكيله المثاليه بجد بقى الجوله دي بالله عليك حطها او اعمل انت كده عشان ما ابقى انا براها. اعمل انت ايدك كده اهي يا عم التشكيله المثاليه. ايوه بس خلاص خش في الفقره اللي انا بحبها شخصيا وبفوق يعني. انا اشوف الحلقه قد ايه اجي هنا افوق. فقره الكابتنه. نكابتن مين الجوله اللي جايه؟ انا مش هكابتن. كلمك بما يرضي الله. انت عايز توصل لفين يعني؟ انت ربنا كرمك بجوله وقال لك شوف ده الطريق الصح، ما تمشيش بقى بعيد عنه بقى، كمل معاه. اصل دلوقتي هقول لك حاجه. هالاند بلانك جولتين جاب بلانك خلاص.
هو انت بتؤمن بالابراج وكده؟ اصل بجد هو في حد يا عم ياسر بيقعد كل ماتش يجيب اجوان؟ يا ابني انت ده اللي انت مش قادر تستوعبه ليه؟ عشان انت جاي من مدرسه جيوكريس. مين في الدنيا قال على جيوكريس؟ إن انا هو وكابتن يوسف عثمان بس ان هو ايه ان هو هيجيب الجوله اللي فاتت. يا ابني لو يعني بجد الماتش ده لو كان ساكا دخل عادي بمنتهى الاعتياديه. دلوقتي هل حط احنا الجون. بناخد نقط على كان ولو ولا بناخد نقط على اللي حصل فعليا؟ انت شم نفسك من كله، ودي حاجه مش هقدر أنا- اواجهها. انا وكابتن يوسف عثمان بس اللي اصرينا على اصريته جيوكريس. ايه؟ هو اصلا قالوا مره واحده. قالوا 3 مرات في الحلقه. تحيا مصر تحيا مصر. الجوله اللي فاتت كل الكباتن اللي قلنا عليهم عملوا حاجه كان في واحد باستثناء ساكا. صح. ده اللعيب ابني. ايوه ده انا باستثناء يعني. يوكريش جاب، رايس جاب، سيمينيو جاب، وهالاند جاب. هو انت قلت جيوكريس صح؟ والله. مم. امال انا فرحان ليه؟ انا حاسك عشان هو جاب جون في المطلق لا، يعني. لا، انتوا لا، بقيتوا لا. بتعملوا عيد وعنده ميلاد كل ما يجيب جون. تكنيك في البنالتي رهيب. يا اسطى تعرف الجون قد ايه؟ بجد مش هفكر. هالاند. طب انا بقى هروح مع ايكي تيكي جوردون قدام اليونايتد. انا كابتن ولا خد بالك. ايه ده؟ لعيب كمان بجد هو كابتن. بس هو اللعبه بقول لك بيشبط. جنان بقى. وانا بعشق جنان الكابتنه. انا بعشق جنان الكابتنه. رايس فريمبونج. وحاسبنا يا كابتن ياسر على الجنان ده. والله عشان ظبطت في مره هيقرفنا. لا ما دام وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والكلام ده. نشوفكم على خير ان شاء الله الجوله الجايه، ويا رب تجيبوا نقط كتير. السلام عليكم.